وجه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الدعوة ل52 لاعبا ضمن اللائحة المبدئية للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للأمم بالكوت ديفوار، واستدعى الركراكي في لائحته الأولية 8 لاعبين من الدوري الاحترافي المغربي، منهم 4 أسماء من الوداد ولاعبين من الجيش الملكي والآخر من الرجاء ثم نهضة بركان. ونادى الركراكي على 6 حراس للمرامى، ويتعلق الأمر بكل من ياسين بونو الهلال السعودي، ومنير المحمدي الوحدة السعودي، ويوسف مطيع الوداد الرياضي، وحمزة الحمياني نهضة بركان، والمهدي بن عبيد الجيش الملكي، وأنس الزنيتي الرجاء الرياضي. ويتشكل خط دفاع الأسود من أشرف حكيمي، باريس سان جيرمان، ونصير مزراوي، بايرن ميونخ، ونايف أكرك، ويست هام، ورومان سايس الشباب، وأشرف داري بريست، والجواد اليانيق الوحدة، ويحيى عطية الله الوداد الرياضي، وأيوب العمدود الوداد الرياضي، واسماعيل قندوس زينث، وآدم ماسينا أودينيزي، وحمزة منديل أود هيفرلي، ويونس عبد الحميد سيتاترينس، ومحمد الشيبي بيراميدز، وعبد الكبير عبقار ألافيس، وشادي رياض بيتيس. في المقابل يتكون خط الوسط من سفيان مرابط مانشستر يونايتد، وعبد الحميد صابري الفيحاء، وسليم أملاح فرنسية، وعز الدين وناحي مارسيليا، وربيع حريمات الجيش الملكي، وبلال الخنس دينك، ويحيى جبران الوداد الرياضي، وبلال نادر مارسيليا، واسماعيل صيبالي إندهوفن، وأمر ريتشاردسون عينس، وأيمن برقوق ناينتس، وبنيامين بوشواري سانتيتيان، وأمين حارث مارسيليا، وأسامة العزوزي بولونيا، ويوسف مالح إمبولي، ووليد الكارتي بيراميدز، وياس شاعر كوينزبرغ رينجرز. واستنجد الركراكي في خط الهجوم على كل من إلياس أخماش فياريال، وحكيم زياش غلطة سراي، وسفيان بوفال الريان، وعبد الصمد الزلزولي بيتيس، وأمين عادلي ليفركوزن، ويوسف المصيري إشيلية، وريان ناير ستوك سيتي، وعبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة، وأيوب الكعبي أولمبياكوس، وناير العيناوي لانس، وإبراهيم صلاح ريم، وسفيان روحاني العين، ومراد باتنا الفتح، وطارق تسودالي تيم. نحن ممتنون لكل متابع ومشارك في هذه القناة الرياضية الودادية، ولمتابعين الجدد ذات ترددوا في دعمنا والانضمام للعائلة. شكرا لثقتكم، ونحن نتطلع إلى تقديم الأفضل.